سيدي عيسى البيانوني رضي الله عنه كان من المحبين والمتفانيين في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع في حجته الأخيرة، سوق إليها سوقا. قلنا أن البقيع تتغير فيه القبور مرة بعد مرة من بعد ما يجدوها يعني رميم، يعني لا عظام. هو كل مرة كل ما يجوا يغيروا يلقوه كما هو في جثته، فسألوا عنه من هذا؟ فقالوا لهم هذا أحد المحبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال جسد تمكن حب أحمد فيه تالله أقسم إن الأرض لا تبليه. هو ميزان قال في حال حياته، ولكن الله سبحانه وتعالى لو أقسم على الله لا بره، استجاب له هذا، تالله إن الأرض لا تبليه. وكيف تبليه وحبه في قلبه ومديحه على فيه صلى الله عليه وسلم. قال كيف يعني يكون هذا؟ هذه من الكرامات المسبقة في ماذا يا سيادنا؟ في الدنيا. أما ثمرة التعلق الحقيقية هي في الفتوحات الربانية. سبقت ما كان منها في أمور الدنيا، لأن لعل القلوب تهفو إليه نوعا ما شيء، يعني كل واحد ماذا به تقضى صوالحه، يعني إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. لما علم حاجتنا صلى الله عليه وآله وسلم وضعفنا إلى الحاجات هذه ابتدأ لنا بها، قال اجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ما تقولش يعني ما حظي أنا من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لك لا، تبقى لك المعجزات المعنوية، القرآن الكريم بكل آياته، كل آية فيه آية. القرآن الكريم كل آية فيه آية، أي معجزة. والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل مقامات التعلق وإيمانك به، أليس هو معجزة يعني؟ معجزة. في زمنك هذا انظروا إلى الملهيات، الشيطان يكاد أن يخرج عيان للناس. يعني يقول صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان تطلق شياطين سيدنا سليمان. في آخر الزمان تطلق ذلك الشياطين اللي كانت محبوسة في زمن سيدنا سليمان، حتى يصيرون يتكلمون للناس علانية. من يعرف كيف يخرجوا، يعني راهم يتكلموا في الانترنت، راهم يتكلموا مش عارف كيف، يعودوا ذلك الشياطين يخرجوا للناس بصورة بشرية. راهم مع الذكاء الاصطناعي، راهم ما نعرف مع الروبوات، هذو لا ندري كيف، أو أنهم يتكلمون باسم بعض البني آدم. تقول في هذا الزمن هذا نجد أطفال كهؤلاء جالسين وراء العشاء ينصتون إلى دروس في التعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم. أليس هذه معجزة الإيمان بسيدنا رسول الله؟ أليس هذا من معجزات لا إله